يلا بينا بقى، احفظي الفيديو ده عندك. هنعمل النهارده الجبنه الكريمي او الجبنه المطبوخه بطريقه سهله وبسيطه وبكميه حلوه قوي تكفيكي سحور رمضان كله. يلا بينا نسمي الله. وهاتي لتر من اللبن الحليب كامل الدسم. هنزل عليه باربع معالق كبار من الدقيق، معلقه صغيره مليانه من الملح، وهنزل كمان باربع معالق كبار من الخل، وعندي كوبايه نصها زبده ونصها زيت. مهم جدا زيت يكون حلو ونوع كويس، والزبده كمان بقى يا سلام لو بلدي. وهنزل عليهم بخمس قطع من الجبنه المثلثات او المربعات اللي انت تفضليها، والطعم اللي انت تفضليه اللي انت هتضيفيه في الوصفه بتاعتك هتاخدي النتيجه والطعم في النهايه بنفس الطعم. بعد كده برفعها على النار مع التقليب المستمر. بتاخد معايا حوالي ربع ساعة تلت ساعة. مع التقليب المستمر ما برفعش ايدي منها خالص عشان ما تعملش اي تكتلات. اول ما بتبدأ تتقل معايا هقولك هعمل ايه. هنا بقى كمان انا ضفت حوالي 3 معالق كبار من الحليب البودر، بيديها قيمة كده وطعم حلو قوي. وبعد كده اول بقى ما بتبدا تعمل معايا بابلز وتبدا تتقل معايا زي ما هتشوفي دلوقتي، بهدي عليها النار وبقلبها لمده 5 دقايق، اتخلص من اي ميه موجوده في اللبن. طبعا عارفين اي نسبه اي لبن بيبقى فيه نسبه ميه، انا عايزه اتخلص من الميه دي تماما، مش عايزه يبقى فيها ميه خالص. فهفضل بقى وهي بتغلي كده معايا او هي بتعمل بابلز معايا بقلب تقليب مستمر لغايه لما اتخلص من اي نسبه ميه موجوده في الجبنه النهارده. حد بقى يقول لي ده بشاميل ده جبنه معرفش، لا، هي طريقه الجبنه المطبوخه الصح هي دي الطريقه المظبوطه. لو جربتي هتعرفي انك بتاخدي النتيجه بتاعت بره اللي بتروح تشتري العلبه دلوقتي معرفش بقى سعرها راح فين، لا هتاخدي نفس النتيجه ونفس الطعم، وطبعا كلها قيمه غذائيه وانت عارفه انت حاطه جواها ايه. بعد كده برفعها بقى من على النار، بغطيها بكيس تلاجة عشان ما تعملش طبقه عندي على الوش، واسيبها تبرد عندي تماما. بعد ما بتبرد يا اما بالهاند بلندر او في الخلاط زي ما تحبي. انا حابه تبقى يعني تبقى معايا اسهل واستخدمها اسرع، فانا حطيتها في الخلاط. بنزل عليها كمان بعلبه قشطه او معلقتين 3 قشطه من بتوع وش اللبن. كل حاجه حلوه بتحطيها فيها انت بتاخديها في الاخر طعم، وبتاخديها قوام، وبتاخديها يعني بتخلي الحاجه غنيه معاكي. هنا ضفتها في العلب بتاعتي. عندي برطمانات ازاز كده، البرطمان تقريبا بياخد حوالي يعني 400 جرام. وكمان الطبق ده فاض فيه اخر معلقتين. شايفين قوامها ما شاء الله، طبعا باين في المعلقه، ممكن مش يبقى باين في التصوير قوي، بس بصي على المعلقه القوام تقيل وهي لسه سخنه، يعني وهي لسه دافيه ولسه ضربها في الخلاط. بتدخل التلاجة قوامها بيتقل قوي معاك وبتبقى زي الفل. جربيها هتعجبك جدا.